ما اعرفش. ما اعرفش، انا ما اعرفش. هات اي حد في العالم، بص في العالم، انا اعني ما اقول. هات اي حد في العالم يتفرج على الشوط الاول بين الاهلي وسيراميكا، وبعدين مثلا جات له مصلحه قام يتغدى، قال يقيل ساعه، وبعدين صحي من النوم او رجع من المشوار، فقلت له بقول لك ايه، الماتش خلص 5-2 للاهلي. اقعد بقى احلف له بقى ايمانات معظمه ان ده حصل، مش هيصدق، مش هيقتنع. شوط اول في الشناوي هو نجم المباراه، شايل 3 اجوان مؤكده، 3 اجوان مؤكده. بالراحه خالص، سيراميكا يخرج مرتاح عشان يجي في اخر الشوط وسام ابو علي يعمل لقطه، والله العظيم 3 انا عارف قبل ما يشوطها ان هي جون. محدش يقول لي ليه. على فكره وسام مرعب يا جماعه في الضربات الحره المباشره. واحد يقول على اساس ان هو مش مرعب عموما، هقول لك لا، ما هو مخيف عموما. يعني وسام كابوس بالنسبه لخط الدفاع. وخلي بالك وسام ما شاء الله طبعا لا قوه الا بالله، مش مخيف بس على مستوى التهديف او على مستوى اثناء امتلاكه للكوره، لا، وسام رخم قوي في الضغط على دفاعات الخصم يا جماعه. وسام مش بيخلي مدافع يطلع بالكوره او يبني الهجمه او يبدا يعمل البيلد اب، رخم. هو وسام مهاجم رخم، بلغه الكوره مهاجم رخم. عشان يبدا شوط تاني انا ما اعرفش بقى، لا ما ينفعش اقول كولر ادى لعيبه الاهلي دش ساقع مثلا او دش ساخن او دش بتاع ميه فتره، لا، هو كولر دخل هددهم بحاجه. كولر دخل قال لهم لو ما نزلتوش جبتوا الشوط الثاني 3 اجوان مثلا، مفيش مصروف مثلا، او مفيش شيبسي تاني، مش هنشتري شيبسي، مفيش بقى ايه فاست فود، خلاص مفيش، مش خلاص. فاللي هم انا هرص مفيش شيبسي، احنا بنحب الشيبسي جدا، فقام نزلوا الشوط الثاني. كفايه افترا يا اهلي، ارحم، خليك حنين، ارحم يا اللي بترحم. مش معقول كده. عارفين يا اهلي انك فريق اوروبي وبتلعب معانا في الدوري المصري، وفي فرق سرعات ما بينك وما بين اي فرقه بتلعب قصادها، بس مش كده، بالراحه، مش كلها كده 5 و6 و7 وهتبقى سواد. اصل التاريخ اتغير يا جماعه. وصلوا لكل جماهير الكره المصريه ولكل الانديه الدوري العام ان ما قبل كاس القارات وبطولة نص الكرة الأرضية ونص كوكب الأرض غير ما بعدها. الأهلي الآن هو حامل لقب بطل نص كوكب الأرض. فإحنا ارحمنا شوية، يعني خليك رؤوف ورحيم مع أندية الدوري العام اللي زي السيراميكا وغيره. في واحد بيقول لك ده أيمن الرمادي كان عامل في السوبر المصري ماتش إيه وقدام الأهلي، ومفيش الكلام ده، الكلام ده خلاص. الكلام ده كان قبل كاس القارات، كان قبل ال3 قارات، كان قبل نص كوكب الارض اللي الاهلي بطلها، ولا بعديها؟ هتقول لي قبليها، هقول لك خلاص انساه. بعد العين الاماراتي بطل اسيا وبعد كاس العالم للانديه في تاريخ تاني للاهلي المارد اللي ماشي زي القطر بيفرم اي حد قدامه، ولازم الكل ياخد احتياطه، ولازم الرساله دي توصل لكل انديه الدوري المصري بلا استثناء. تحس ان النادي الاهلي عليه روح عايزه تهزق اي فرقه، روح بتهزق روح قليله الادب، انا اسف، عايزه تهزق اي فريق، تجيب اي فريق تهزقه، تقول له يا جماعه فرقه سيراميكا كانت بتلعبكم في السوبر المصري، وناس كتير من المحللين طلعوا انه سالوا ان السيراميكا كانت احق بالفوز وكانت بتلعب احسن، يقول لك لا، انا ههزقها، انا هاخدها 5، انا متوصي بيها، ههزق سيراميكا عشان ما يقولوش عليها عملت ماتش في السوبر المصري. انا عايز الكلام ده ينتهي، يتمسح، مش عايز حد يقول الكلمه دي. عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. وقبل ما ابدا واخش في اي حاجه، الحمد لله الاهلي فاز على سيراميكا 5-2. كنت خايف من النتيجه تروح ل6-1، اول ما كانت 5-1 يا ركبه بدات تشخشخ كده الكابوس الحمد لله خلصت 5-2 والاهلي كسب، وبيرد على الجميع، ما بيردش عليا انا، بيرد على الناس اللي كانت بتشكك. بطل اسيا العيال الاماراتي
الاهلي اللي كان يعني الاهلي علشان كان جامد فالعين ظهر كده، قال لك لا سيراميكا خالد بندقة، سيراميكا اقوى من العين الامارات. ايه رايك كده؟ جاب منهم فرز خامس اهو، جاب منهم بورسلين صغير. ايه رايك كده؟ الاهلي حرفيا اغتصبهم في الملعب. المباراه ديت المفروض تتذاع على نتفليكس زائد 61 في العمر، يعني يبقى بيخلص يتفرج على المباراه دي. الاهلي حرفيا على ارضيه الملعب المباراه دي ده امام عاشور في العرض، عشان الشحات يضيع وطاهر يضيع وقفشه يضيع. ده المباراه ديت اصلا ما كانتش ممكن تخلص كده، ممكن تخلص اكتر من كده كمان. فمن هنا يا ابو صحاب شكل الاهلي بيبعت رساله للجميع وبيكررها على طول: انا خسرت بطوله جريمه، ما ينفعش اقوم. بتعيطي ليه؟ عارف يا عزيزه والله، خدنا السوبر الافريقي، القاره والانديه المصريه كلها هيدفعوا الثمن عشان سوبر افريقي الاهلي خسر. ليه يا ابو الصحاب؟ عادي، خسرت بطوله عادي. ريح شويه، ريح حبتين، مش ليه لما باخد بطوله كتاب التاريخ جبرت، ريح حبتين، يعني الجمهور مش هيجي يدي النادي، لا ممكن يعملها. المهم يعني بالصحاب احداث المباراه فيها حاجات كتيره، وهنتكلم على وسام ابو علي ده لفقره مخصصه. فاتمنى يا ابو الصحاب تتفاعل معانا بلايك. اخواتي اللي مقصرين معايا الفتره الاخيره اعمل لايك علشان في احداث كتيره هنتكلم فيها، واللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو نزله يجي لك اشعار بيه. يلا نخش في الدق موت، يلا نبدا. ونبدا باول حاجه يا ابو الصحاب تشكيله النادي الاهلي امام سيراميكا اللي هي شبه اساسيه مع عنصر او واحد او اتنين متغير فيها. بس الاهلي كان بادئ المباراه لسه بنقول يا هادي. الجون الاول بتاع حسين الشحات صاروخ، الجون الاول في الدقيقه 3 لسه بنقول يا هادي. لعينا مره واحده زي برضك مباراه سيراميكا اللي فاتت، سيراميكا ما دخل فيها جون قام اتجزت، وبالفعل يا ابو الصحاب بدات تروح هجمات مرتده فعلا. لما الشناوي يا ابو الصحاب في المباراه ديت الاهلي ما كانش هيكسب النتيجه دي. المباراه خلصت 5-2، بس فعلا الشوط الاول الشناوي شال انفراد واثنين وثلاثه وممكن 4 كمان، ومش بقول لك ايه فرص يعني محققه، شوط ده انفرادات. لما الشناوي هو اللي عبر بالنتيجه للشوط الثاني، وهنبقى نجيله وهقول لك ايه اللي حصل في الشوط الثاني. النادي الاهلي يبدع ويمتع ويفوز على نادي سيراميكا 5-2 بأداء عالمي، بأداء ولا أروع، بأداء ولا أجمل. شوط أول لك أن تتخيل يخلص 2-1 بالعافية، بالعافية والله. تقول إن ممكن سيراميكا يعملها، وبالفعل سيراميكا عملها، ولكن ما عملهاش في الماتش. لا 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 لا، نو 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 نو، سيراميكا عملها على روحه من النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده عامل مباراة عالية قوي قوي قوي. وسام ابو علي يبدع ويمتع، طاهر محمد طاهر يبدع ويمتع، عندك حسين الشحات النينجا يبدع ويمتع، امام عاشور برغم انه ضيع ولكن اداء عالمي من جميع لاعبين النادي الاهلي للامانه. الهدف الاول لا لا لا، الهدف الاول بكوره من حسين الشحات من خطأ كارثي من لاعب نادي سيراميكا، دخل بيها قبل منطقة الجزاء وقام بلغة الكرة شمعها وداها، راحت زغرطت في الشبكة عن طريق حسين الشحات. نسكت؟ نو 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 نو، وكالعادة ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد. وسام ابو علي يحرز الهدف الثاني عن طريق ركلة حرة من بره منطقة الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومباراة جديدة وتوقع جديد. الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والأهلي كسب في السوبر بالعافية. خلي بالك توقعي
ان سيراميكا كليوباترا هيكسب الاهلي 2-1 لان الدوري زملكاوي، الدوري في 100 عقبه من الاخر بقى. ومحدش يقول لي مالكش دعوه خليك في فرقتك، انا خليني في فرقتي وفي الاهلي عشان عايز اخد الدوري السنه دي من الاخر. روح نام يالا، روح نام يا بائس يا محلي. انا بقول لك اهو، اصل انا عارفك هتطلع دلوقتي وبتقول المقدمه بتاعتك وتتوقع التوقع الجميل بتاعك اللي احنا كلنا كاهلاويه بنتفائل بيه يا راموس يا غلابه يا بائس يا محلي. فانا بقول لك روح نام، قصر الدنيا على نفسك عشان انت مستني الاهلي يخسر وبتتوقع خساره الاهلي عشان تصور جدول الدوري كده في البدايه والزمالك متصدر واحنا تقول احنا في مش شايفين الاهلي. فانا بقول لك روح نام عشان انت هتشوف كميه اجوال ما شفتهاش في حياتك. شمعها حسين الشحات، جول جميل جميل فيها سحس، فيها سحس، في ايه يا عم سحس؟ يا عم سيراميكا مالك في اول 3 دقايق كده؟ ما انت كنت شادد حيلك في السوبر، في ايه يابا؟ نستفتحها كده بجول، انا ما خدتش بالي اصلا من الجول. واول اهداف موسم يخرب بيت ام الاسيستات يا عم. التمريره الخطا اللي استغلها كويس قوي الشحات. ايه ده يا جدعان؟ ده ايه المرزبه دي؟ احمد رمضان ايه المرزبه دي؟ عملها وخدها حسين الشحات. ايه المرزبه دي وايه الاسيستات دي؟ هو الاهلي محتاج تعمل له اسيستات يا عم؟ صباح الفل بقى. صعبان عليك قوي الاهلي يعني، انت عم سيراميكا الاهلي صعبان عليك قوي بتعمل له اسيست والاهلي محتاج تغلط قدام الاهلي في اول 4 دقايق والهدف الاول للنادي الاهلي. بس انا توقعت 2-1 لسيراميكا، فعادي سيراميكا هيعمل ريمونتادا ويجيب 2 دلوقتي. في الدقيقة 3 حسين الشحات قذيفة جت في قلبك يا بائس يا محلي. قلت لك يا ابني الاهلي ما بيخذلش جماهيره. روح نام بقى، روح نام وما تكملش الماتش والرياكت عشان شكلك هيبقى وحش قوي يا بائس يا محلي يا حصالة. ما تفرحش قوي كده يا بائس يا اهلاوي يا عالمي. عايز افهم حاجه واحده بس، حاجه واحده بس عايز افهمها. هو انت يا حبيبي عايز تستلم درع الدوري الماتش الجاي؟ يعني احنا نسلمك درع الدوري الماتش الجاي؟ فهمني بس. يعني انت مش مكفيك لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. الوضع اختلف دلوقتي، تبقى المينيمم بتاعك 3 اللي هو بطل اسيا والماكسيمم 5 سيراميكا وممكن توصل 6 7. ده انت تكرم يا صاحبي، والله انت تكرم ان انت ما وصلتهاش 6. ده الحمد لله، ده انت كرم من ربنا ان انت ما وصلتهاش 6 النهارده. اصل الحكايه مش ناقصه حفلات، الحكايه بالنسبه لنا جايبه اخرها، فالحكايه اساسا مش ناقصه حفلات. فانت متواضع لدرجه ان انت ما رضيتش توصلها 6. يعني الحمد لله محمد طاهر جه عند الخامس وقال لك بس كفايه يا جماعه لحد كده. اقسم بالله القطب الثاني ما ناقص حفلات، الناحيه الثانيه الدنيا بايظه هناك ومتكركبه خالص، الحكايه مش ناقصه معاهم، فمش عايزين نوصلها 6. في ايه يا ابني بس؟ انت خلاص انت عارف يعني ايه 5 اهداف؟ انت عارف يعني ايه 5 اهداف في ماتش؟ يا ابني احنا بنقعد دور كامل علشان نجيب ال5 اهداف دول. احنا بنقعد دور كامل عشان نجيب 5 اهداف دول. انت بتجيب ال5 اهداف في ماتش واحد؟ سيراميكا يا حبيب قلبي ده سلطان، ده اسمه السلطان. يعني ايه السلطان؟ يعني هو اداك فرصه في الشوط الاول تجيب جوان، انت رفضت الفرصه دي، بلعت بقى. بلعك ايه؟ بلعك 5 مع الرأفة. يعني هو اساسا انت صعبت عليه، والله العظيم حسيت في نهايه الماتش كده لعيبه الاهلي انت صعبان عليه حرفيا. العيال دي غلابه يا عم والله، كان المفروض كانوا جابوا لهم كمان جونين 3. خد يا قندوسي، هات يا ابني الجون الثاني يا ابني بس معلش يا عم لله، يلا لله يا عم. ايه يا ابني ده يا ابني؟ ايه يا ابني العبث اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه العبث اللي انتوا بتعملوه؟ انت واخد بالك من اللي بيحصل؟ يا حبيبي؟ الاول يا حبيبي فرق الدوري كانت بتدخل قدامه كان اقصى طموحها ان هي تتعادل، انها مثلا ممكن تخطف جون فتكسب 1-0، ودي اساسا بتحصل كل 3-4 سنين مره. لا ده الوضع اختلف دلوقتي. اقصى طموحات فرق الدوري، يعني احنا جايبين لهم فريق اساسا خط هجومه حرفيا احمد بالحاج والقندوسي، وبتتكلم في فخري لقاي وزلاكا وحناكا وبلاكا. يعني فرق لعيبه جامده جدا، وعلى دكه الودر عندهم لعيبه اجمد. من اولها 5، ما هو قالها امام عاشور 5 وخميسه علينا الله اكبر. النادي الاهلي اهو، العفريت اهو، العفريت 5 من اولها. الاهلي بيوزع 5. قلنا الاهلي ملك ال3 وملك ال4، وضيف عليهم كمان الاهلي راح واخد ال5 في طريقه. انا قاعد طول الماتش بقول يا رب ما تبقاش 6-1. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعيني الكرام، اهلا بكم في فيديو جديد. عقبه ايه يا كورد انت بتضحك ليه بعد عقبه؟ لا انا افتكرت بس حاجه قالها
رضا عبد العال لما قال لك ايه سيراميكا كليوباترا اقوى من العين الاماراتي. سيراميكا اقوى من العين الاماراتي. طبعا سيراميكا فريق محترم وفريق قوي وعمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، انما خد 5 في الاخر، خد 5 عقب انتهاء مباراه النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري. في افتتاحيه مباريات الاهلي في الدوري المصري للموسم الجديد يفوز على سيراميكا كليوباترا. سيراميكا البلاط انتهى، خلاص دخلنا في السيراميك. 5-2 وتتفرج على اول الشوط الاول تقول لا سيراميكا هيعملها النهارده. وللاسف الشديد اي حد بيستفز النادي الاهلي بيطلع زرابينه عليه وبتبقى دي النتيجه. شفنا ده في كل الفرق اللي استفزت الاهلي، شفناها. النهارده محمد الشناوي بيثبت انه الحارس رقم 1 في مصر، وبيثبت الشناوي انه فعلا في حته تانيه. ولولا تألق محمد الشناوي في الشوط الاول المباراه دي كانت طلعت بشكل تاني خالص. ولكن على رأي كابتن ايمن الكاشف مظبوط، مفيش فريق بطل الا بحارس بطل.